صباح الفل، عاملين ايه؟ معانا النهارده بقى فيديو تجهيزات صيفيه لصيف اكثر راحه. احنا بنمر بايام ما يعلم بها الا ربنا. حر جدا جدا. جايه لكم النهارده بشويه تجهيزات هتوفر عليك وقفه المطبخ، وهتوفر عليك حاجات كتير جدا. تعالوا نبدا في التجهيزات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه، ونسمي ونقول بسم الله. اول حاجه كده ما تنسيش اللايك وشير وكومنت حلوه منك علشان انزل لكم بوصفات احسن من كده كمان. معايا النهارده زي ما انتم شايفين كده، ده كوبايه من الفول الصويا، نقعتها في كوبايتين من الميه المغليه وصفيتها كويس جدا، وتوم باودر، بهارات فراخ، بابريكا وملح وفلفل، وكمان ال11 بهار من كنور، ونص كيلو من صدور الفراخ، وثلاث بصلات. هتعملي ايه؟ هعمل لكم وصفتين حلوين جدا ومش هتصدقوا الطعم اللي انتوا هتاكلوه، بجد 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 طعمها تحفه جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة فراخ وبرجر فراخ بمكونات في كل بيت وحلوة جدا جدا جدا. انا بحب اضاعف الكمية، بس مش ان انا من مثلا في حد يقولك من ربع كيلو فراخ هتعملي 2 كيلو كفتة. لا لا خالص، انت كده مش هتحسي بطعم الفراخ ولا اي حاجة خالص. انا نص كيلو الفراخ نزلت عليه بثلاث بصلات وسط او ببصلتين لو هم كبار شوية، وكوباية واحدة من الفول الصويا. الفول الصويا حلو جدا 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 مع الخلطات دي. ومثلا حد بيقولك بيقلل نسبة الذكورة عند الولاد او كده، انت مش هتاكله لهم كل يوم. وطبيعي اصلا كل الحاجات المصنعة اللي بره اللي بنجيبها بيبقى فيها فول صويا، فاحنا هنعمله في البيت بطريقة نظيفة وبحاجات مكونات انت ضمنهم. طيب عشان بس ما اخدكوش من الفيديو ونرغي كتير، ضربت البصلة نعمتها، نزلت عليها بالفول الصويا، ونزلت عليها بالتوابل بتاعتنا، بهارات فراخ، توم باودر، بابريكا، فلفل اسود، ملح، 11 بهار من ماجي. هنزل بحوالي معلقه كبيره منه. تمام. زي ما بقول لكم، توم باودر، بهارات فراخ، بابريكا مدخنه، فلفل اسود، ملح، 11 بهار من ماجي. عايزه اقول لكم تحفه. حابه الخلطات دي تستغني عنها بملح وفلفل وخلطه برجر، ماشي، بس انا بحس خلطه البرجر حلوه مع البرجر اللحمه اكتر. كل الكلام ده مسكته زي ما انتم شايفين كده، فرمته بقى في الكبة مع نص كيلو من صدور الفراخ. نص كيلو من صدور الفراخ قطعتها يعني رفيع شوية عشان الكبة بتاعتك تدور كويس. عليها كوباية من الفول الصويا منقوعة كويس جدا في مية سخنة ومتصفية حلو جدا، وعليها بصلتين كبار او 3 وسط، وعليها التوابل بتاعتنا. انا بعد لكم تاني اهو: توم باودر، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، ملح، وال11 بهار من كنور. بس كده بتضربيهم كويس جدا 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 في الكبه، تضربي وتريحي تضربي وتريحي لحد ما تاخدي النتيجه دي. عايزه اقول لكم طعمها وهم يا بنات، بجد 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 حلوه جدا جدا. بعد كده ما ضربتها هاخدها بقى ايه، اديها زي عجنه كده بايدي كويس جدا، واحطها في التلاجة. مثلا هو المفروض ما تقلش عن 3 ساعات ولا حاجه عشان تجمد، بس انا بصراحه اشتغلت بيها يعني ايه بعد حوالي هنقول مثلا نص ساعه. تمام. جبت هنا بقى كده صينيه معايا، والصينيه دي دهنتها كده زيت، وهبدا ان انا اصبع صوابع كفته. دي هعملها كفته مشويه في الفرن بقى، ولا هنقليها ولا اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم يا بنات والله العظيم طعمها روعه، جربوها وعلى ضمانتي. كل لما بتسيبي الفراخ بتاعتك تسقع شويه في التلاجة، العجينه بتلم كده نفسها وبتبقى ايه حلوه معاكي، ما بتبقاش مفروله. الوصفة دي هتعتمدوها يا بنات بجد في مطبخكم، حلوة جدا جدا. ادي الفراخ بتاعتنا عملناها اهو، تقريبا عملت 11 صباع كفتة، ومعايا العجينة التانية دي بقى هوريكم هنعمل بيها ايه. طب تعالوا سويت كمان معاكم اهو الكفتة، دخلتها الفرن، عملنا بقى شوية مكرونة كده محمرين، والمايونيز اللي احنا كنا عاملين في الفيديو اللي قبل اللي فات، وغدا يعني صيفي خالص كده، مفهوش بقى لا طماطم ولا طبيخ ولا الكلام ده كله. الكفتة تحفة تحفة. بصوا بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، بجد انت بتاكلي فراخ طعمها حلو جدا. خلاص هنروح بقى نتغدى، وبعد الغدا تعالوا اقول لكم احنا هنعمل ايه. عندي كده بقى العجينه بتاعتنا
هعمل بيها البرجر بقى زي ما انتم شايفين كده. جبت ورق زبده وقسمته كده او اكياس تلاجة اللي يريحك، وعملتها اقراص كده بتاعه البرجر، وابتديت اتني الورقه على بعض كده، بحيث ان انت ما تيجي تطلعيها من التلاجة ما تلزقش في نفسها. الخطوه دي حلوه جدا يا بنات. بصوا تحفه تحفه. البرجر عايزه اقول لكم كان وهم. انا طبعا عملت البرجر بعد يعني، بصوا عايزه اقول لكم طعمه كده، انتي لا تقولي بقى برجر ماك ولا مش برجر ماك ولا اي حاجه خالص. طعمه جامد جدا بجد بجد. انا اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وبجد على ضمانتي والله هتعجبكم جدا جدا. بس هبدا ان انا بقى احطه كده ما بين كل، زي ما انتم شايفين كل برجرايه مغلفاها كده في ورقتها، وهلفه بقى بالبلاستيك راب كده، وهدخله الفريزر. في اي يوم بقى حابه ان انا اعمل للولاد سندوتشات عشاء اي حاجه كده، هيبقى موجود عندي. هدخله بقى الفريزر. وده خير في البيت انك تعملي حاجات كده في اي يوم هتطلعيها كده مع كام كايزرايه شويه مايونيز كاتشب مش عارفه ايه، عملتي للولاد برجر واحلى وانضف من بتاع بره كمان. تعالوا بقى نعمل كمان كيكه، والكيكه دي مغذيه جدا لان هي كيكه الشوفان بشوكولاته حلوه قوي يا بنات، هتعجبكم ان شاء الله. مكوناتنا معانا اول حاجه بيضتين بدرجه حراره المطبخ، ودي خطوه ما ينفعش نتنازل عنها. تطلعي البيض في على الرخامه كده ياخد درجه حراره المطبخ. ومعايا كيسين فانيليا، اي فانيليا بقى انت بتستخدميها، كوكس دريم اي حاجه تمام جدا. هنزل بقى عليه كيسين الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، وهجيب المج ده او الكوبايه دي هتعتمديها في كل المعيار بتاعك. هعاير كده، هعاير ايه هعاير دي هعاير كوبايه من السكر حلوه كده، تبقى كبيره وحلوه، عشان المج ده احنا هنعمل بيه كل هنعاير بيه كل يعني ايه المقادير. ونفس المج برضو عايرت بيه كوبايه من اللبن، يعني حطيت بيضتين عليهم كوباية سكر، كوباية لبن، كيسين من الفانيليا، وهنزل بحوالي نص كوباية سمنة او 4 معالق كبار سمنة. انا هنا نزلت ب4 معالق كبار او بنص كوباية على حسب يعني ايه ما انت عايزة، بس انا عارفة ان ال4 معالق الكبار دول هيبقوا نص كوباية سمنة. والسمنة روابي بالقشطة في الحلويات يا بنات هتاخدك في حتة تانية خالص. تمام كده. ادي المواد السايله ضربتهم في الخلاط. جبت بقى ده دقيق الشوفان، بجيبه من عند اي عطار تقولي له عايزه دقيق شوفان ناعم، بجيبه بقى. ادي كوبايه اهو دقيق شوفان، هبدا ان انا انخله كويس جدا جدا، عشان بيبقى فيه اللي هي الحاجات الخشنه اللي بتبقى فيه دي انا مش بحبها في الكيك، حد يقدر يحطها كده، لكن انا بحب ان انا انخله عشان يبقى دقيق ناعم خالص. نخلت كده كوبايه من دقيق الشوفان، هنزل عليها بكوبايه من الدقيق الابيض. ما ينفعش دقيق الشوفان كله يبقى في الكيك علشان هيفرول معاكي جدا جدا. دقيق الشوفان لو انت عملت الكيكه بكوبايتين من دقيق الشوفان هتبقى كيكه مفروله. لكن انا بحاول اظبط الدنيا وعاير كده، اللي هو بيبقى مثلا نصها شوفان ونصها دقيق ابيض، منها برضو مغذيه، ودقيق الشوفان مغذي جدا جدا وفيه الياف وحلو جدا جدا يا بنات. ومنها عشان ما اعملش الكوبايتين يبقى دقيق ابيض ساده، نزلت عليهم بكيس من البيكنج باودر، وهنزل عليه على الكلام ده كله بايه بقى 4 معالق من الكاكاو الخام الاسباني. عايزه اقول لكم الكيكه دي فظيعه حلوه جدا، وهديكوا تركايه كده من عندي. بصوا هتوديلكوا كيكه الشوكولاته في حته كده تانية، وهي ايه بقى؟ نسكافيه كمان جولد، مش النسكافيه العادي. كيس نسكافيه جولد ده ب4 جنيه بس، بصوا بيعدل طعم الكاكاو بطريقه بشعه بصراحه. جبت كده المواد السايله بتاعتنا بعد ما ضربتها في الخلاط كويس جدا جدا جدا، وهبدا ان انا اقلب كده. والخليط بتاعنا ما بيبقاش كيك ماسك في نفسه، لا بيبقى سايل شويه. عايزاكم بقى تقولوا لي كده في الكومنتات عاملين ايه في الحر والفرهده اللي احنا فيها دي. بحاول اعمل لكم وصفات تنفعكم فطار تنفعكم غدا. يعني انا الكيك دي همشيها معايا فطار، همشيها معايا غدا عشاء، مش هشيل هم العشاء بالليل، مش هشيل هم الفطار الصبح، مع كوبايه كده لبن للولاد، مع كوبايه شاي بلبن ليكي، هتاكلي وهتفطري فطار كده رايق. وبقى ايه يعني مش هتقفي في المطبخ كتير. بصوا بقى ما تسيبوش حاجه في البوله، احنا دافعين ومكلفين فمش هنسيب حاجه في البوله بتاعتنا خالص، هننزل كل حاجه.
طبعا على فرن درجة حرارة 180 رف اوسط. هتاخد معاكي من 25 ل 30 دقيقة. ما تفتحيش الفرن قبل 25 دقيقة. تديها هبدتين كده على الرخام عشان كله يعني تطلع بقى الفقاقيع الهواء والكلام ده كله، وتدخليها الفرن. دخلتها الفرن وقلت انا محتاجة اعمل زبادي، انا عايزه اعمل لهم زبادو. وعشان تروحي تجيبي مثلا دلوقتي 4 5 علب زبادي، العلبه مثلا ب6 جنيه، شوف هتدفعي قد ايه. لكن انا لا، كيلو الا ربع من اللبن وعلبه من الزبادي هتعمل لك 8 كوبايات زبادي. اولا بقى انضف، طعمه كريمي جدا جدا، حلو بطريقه فظيعه جدا. انا بجيب كده كوبايه من الكوبايات بتاعته وابدا اعاير بيها 7 كوبايات. هو بالظبط 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 كوبايات زبادي زهران دي بتاخد معايا كيلو الا ربع من اللبن اللي هو الايه بخيره ده. تقدري تعمليه بلبن حليب طبعا، بيبقى طعم حلو جدا، يعني اللي يريحك. هنزل عليه بكوبايه من اللبن البلدي، ويستحسن احسن من المراعي والحاجات دي، بتبقى الخميره بتاعتها عاليه وبتخلي لك الزبادي حلو جدا. بصوا هننزل كده بكوبايه من الزبادي البلدي، وهتمسكي بقى المضرب بتاعك وتطلعي غيظك من العيال في قلب ايه البوله دي. تفضلي تضربي كده لحد لما الزبادي يختفي في وسط اللبن. نسيت اقول لكم على نقطه كده، كويس ان انا افتكرت. اللبن بنحطه على النار يدفى زي دمعه العين كده بالظبط، مش بنسخنه، بندفي اللبن بسيط جدا قبل ما بنحط عليه الزبادي. الاول حطيته في بوله ستانلس كده عشان احطه على النار اللي هو يدفى بس كده. ضربناه بقى كويس جدا جدا. هنجيب بقى نشيل غطيان الزبادي دي، علشان لما بنيجي نسوي الزبادي في المكنه ديت مش بنحط الغطيان. هنشيلها بقى على جنب، وهبدا ان انا افضي كده الزبادي في الكوبايات. والله يا بنات، والله 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 لا طعمه ساعات بتحس الزبادي بيلسع كده خالص وكريمي، لا فظيع، جربوه حلو جدا جدا جدا. الزبادي بقى ده تعملي لهم زبادو، تدي لهم كده، تدي للولاد زبادي في وسط النهار كده يرطب على قلبهم في الحر ده. يبقى الزبادي ساقع كده، الولد ولا البنت تاخد كده علبة الزبادي تاكلها، تحس بايه، بترطيب كده في الجو ده. عايزين ايه مرطبات طول ما احنا قاعدين. بص هو يا دوب عملوا ال8 كوبايات زبادي حلو جدا. هبدأ ان انا هنا دلوقتي لو في اي نقطة وقعت منك تمسحيها، وهحط الغطا بتاعتها، وهشيل بقى ما قلتلوش انا عايزه بقى رايكم كده في الليد اللي انا عملته في المطبخ ده. انا هديكم فيه جوله كده بس في فيديو جاي ان شاء الله. هحطها بتقعد من 4 ل6 ساعات. تمام، هسيبها بقى دي على جنب. وادي معايا هنا الكيك كان طلعت وحطيت لها بس ما جاش معاكم حوالي ربع كوبايه لبن كده سقيتها بيها. وادي الزبادي اهو هسيبه. بالليل قبل ما انام هقوم واخده الزبادي ده بعد ما يستوي احطه في التلاجة، وهوريهولكم ان شاء الله عامل ازاي. بصوا الكيك بقى تحفه يا بنات، تحفه. انا طبعا عشيت بيها الولاد، شفتوا بقى رفعتني ازاي. ما اضطريتش ان انا اقللهم بيض اعملهم جبن، لا لا خالص. هو كل واحد كده قطعه كيك اكلها يا بنات، تحفه تحفه بجد والله. جربوها هتعجبكم جدا جدا. ودخلوا دي الشوفان في الكيك بتاعكم، في فايده رهيبه جدا 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 لل والكيكه هشه وعاليه وطريه، لا بجد انا جوعت. الكيك بقى طري جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي قوي، قيمه غذائيه. طبعا الشوفان معليه فظيع، جربوه ان شاء الله. وادي كمان الزبادي اهو حطيته بقى في التلاجة. وده كان تاني يوم الصبح. انا اخدت لكم اللقطه دي الصبح عشان اوريكم الزبادي تحفه ازاي. اول لما خلاص انا بالظبط اخد معايا 4 ساعات ونص، يعني من 4 ساعات ونص ل5 ساعات بيبقى زي الفل. كريمي جدا جدا، طعمه حلو قوي، ماسك نفسه. بصوا اللهم بارك، تحفه بنات. اقل علبه زبادي هتجيبيها دلوقتي من بره 6 7 جنيه. انتي عملتي في البيت 8 علب زبادي يكلفوكي كام؟ علبه زبادي واحده وكيلو الا ربع لبن. غير بقى التكلفه، نظافه، طعم حلو قوي. طبعا سليم اللي كان واقف جنبي ده هو مستنيني اخلص عشان ياخد علبه الزبادي. باي باي.